ألف 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 مليون مبروك على ظهور نتيجة تنسيق طلاب المرحلة الثانية. مبروك لكل الناس اللي جالها كليات، وبالتحديد الناس اللي في القطاع الطبي، وبالتحديد كمان اللي في القطاع التمريض. عايز اقول لكم مبروك عليكم المجال بتاعنا، انتوا خلاص رسميا بقيتوا ملائكة الرحمة، ومبروك عليكم للمرة المليون دخولكم خلاص لجيش مصر الأبيض. طبعا انتوا مستغربين ليه بتكلم بحماس كده وشغف، لأن بكل بساطة بتكلم عن تخصصي، عن كليتي أو كلية القلب، كلية التمريض أو المجال التمريضي بشكل عام. كلية التمريض طبعا ليها فضل بعد ربنا سبحانه وتعالى في دخول المجال يوتيوب، يعني انتوا كده بتشوفوني في يوتيوب بسبب ربنا طبعا، وبعد كده كلية تمريض. فيلا شيروا الفيديو ده مع كل اصحابكم، مع كل حد جالك كلية تمريض، لان ان شاء الله هنتكلم عن كل ما يتعلق بالمجال، وباذن الله مش هسيبك غير وانت اخصائي تمريض قد الدنيا كده وبتشتغل في المستشفيات الكبيره. فيلا من غير كلام كتير، ما تنساش تعمل لايك للفيديو ده واشترك في القناه وفعل زر الجرس، عشان ان شاء الله الفتره اللي جايه هنتكلم عن حاجات مهمه جدا عن مواد سنه اولى تمريض. والنهارده طبعا فيديو الادوات، وبص يعني مش هنسيب حاجه غير لما نتكلم عنه. فيديو النهارده هنتكلم فيه بالتفصيل عن الادوات المطلوبه ان شاء الله، او اللي هنشتريها في كليه تمريض او في معهد فن تمريض. ناس كتير بتسال هنحتاج بالطو، طبعا هنحتاج سماعه، طب يا ترى ممكن نجيب لابتوب، طب التاب بتاع المدرسه او بتاع ثانوي هنحتاجه، وما تقلقوش خالص ان شاء الله هيتكلم عن كل حاجه في الفيديو بتاعنا النهارده. مش كده وبس، وصلت كمان ان الناس بتسال عن كليه تمريض، يا ترى انا هنزل كام يوم او الدراسه كام يوم في الاسبوع، طب المذاكره بالانجلش هنتصرف ازاي مع اللغه، ناخد كورسات. يا جماعه ما تستعجلوش، ان شاء الله هنجاوب على كل حاجه في فيديو النهارده كمان، وان شاء الله في الفيديوهات الجايه. فعشان كده بقول لكم اتاكدوا انكم مشتركين في القناه، ويلا بينا نشوف اول حاجه لازم تكون معانا في كليه التمريض هتكون ايه. طبعا الفيديو ده خاص بطلاب كليه تمريض او معهد فن تمريض، وممكن فن صحي شويه عشان الناس بس العنوان ممكن يكون كليه تمريض، بس ده ان شاء الله كل الكليات او كل قطاع التمريض. قبل ما نخش في الفيديو بتاعنا النهارده، عايز بس اقول لك حاجه مهمه جدا لازم تكون واخد بالك منها. لو انت مثلا كان جالك او اي مثلا حد من صحابك جالك كليه زراعه، كليه مثلا تجاره اداب، اما يشتغل بياخد فلوس او بياخد مقابل مادي قصاد يعني الخدمه اللي بيقدمها. لكن انا في كليه التمريض الموضوع مختلف شويه، طبعا بيكون في مقابل مادي ويكون برضو في فلوس حلوه كده، كمان مش مقابل مادي بس، في مقابل مادي ومقابل انا مش عايز اقول مقابل رباني، بس فعلا حاجه من ربنا، لان انت كخريج تمريض اللي بتبدا تكتب الخطه العلاجيه، وانت اللي بتسعى في المريض اللي قدامك، وانت كمان لما تبدا تشوف التحسن بيظهر عليه وهو بيديلك دعوه حلوه، دي عند ربنا ثوابها كبير جدا جدا جدا. وصدقوني ما حدش يحس بقيمه الكلام ده ان شاء الله غير لما ربنا يكتب لكم كده ان المريض لك دعوه حلوه. خدوا بالكم انتوا خلاص بقيتوا ناس مسؤولين، ناس مسؤولين عن ارواح بشر، فاحنا في الاول وفي الاخر بنعامل ربنا قبل ما نعامل المريض اللي قدامنا، فيعني كل حاجه فيها ثواب لينا، فلازم نخلص النيه كده ونشتغل صح، وان شاء الله ربنا هيكرمنا. فاول حاجه طبعا المقابل المادي وفلوس تمريض يعني حلوه جدا زي ما اتكلمنا قبل كده عن الكليه، طبعا قصاد الدعوات دي كلها دي يعني بكنوز الدنيا كلها. طبعا في ادوات لازم تروح بيها اول يوم في الكليه، وفي ادوات طبعا مش لازم هتجيبها بس مع الوقت. اول حاجه لازم تكون معاك ان شاء الله اول يوم في الكليه هي اللي في ايدي دي. دي حاجه اسمها ستيتوسكوب. يعني ايه ستيتوسكوب؟ يعني سماعه طبيه. بص يا عم، زي انت جاي تقول لي ستيتوسكوب وانا مش فاهم حاجه اصلا وعندي مشكله في الانجليزي، لكم ان شاء الله ما تقلقوش، باذن الله هنكمل كورس المصطلحات الطبيه مع بعض. هو كورس تمهيدي كده لكل طلاب يعني اللي داخلين مجال التمريض، فيعني لو انت عايز نكمل فيه اكتبوا لي كمل يا زياد، لان انا تقريبا صورت 3 او 4 حلقات وما كملتش. فان شاء الله في الكورس ده يعني هنظبط كل حاجه وتعرف كل الكلمات، وان شاء الله مش هيقابلك اي مشكله في اللغه. طيب دي اسمها ستيتوسكوب. دي اسمها الستيتوسكوب، دي السماعه الطبيه مهمه جدا ان شاء الله تكون معاك في الكليه، لان السماعه الطبيه دي بنستخدمها في حاجات كتير جدا جدا جدا، ودي اساس شغلك. اول حاجه بنستخدمها فيها طبعا هي قياس الضغط، طبعا ده من شغلنا، شغل التمريض هو قياس الضغط. مش كده وبس، وكمان بنستخدمها في حاجه اسمها اسسمنت او في الكشف على المريض اللي قدامك. كمان بتسمع بيها حاجه اسمها لانج ساوند او اصوات الرئه، بس كمان صوت المعده، كمان تقدر تحسب بيها البلس او تحسب بيها كمان اللي هو النبض. فالسماعه طبعا من اهم الادوات اللي لازم تكون موجوده معاك في كليه التمريض. السماعه كمان سعرها مش غالي، تقريبا في حدود من 50 ل 120 جنيه او غالبا يعني في الحدود دي، لان بيكون منها انواع، في ياباني، في ايطالي، في الماني. بس لو انت عايز تجيب انا طبعا برشح لك الايطالي. لو انت جبت الياباني او الايطالي فان شاء الله الاثنين كويسين جدا، وباذن الله هيقدموا معاك الغرض. لو انت عايز تعرف بنجيب السماعه والحاجات دي كلها منين، ما تقلقش ان شاء الله هقول لك كل حاجه باذن الله في نهايه الفيديو بتاعنا. تاني حاجه معانا مهمه جدا طبعا لازم تكون معاك اول يوم، ودي انت اصلا من غيرها انت ممكن تتاخد غياب اصلا في اليوم ده. يعني مثلا لو انا واحد داخل السكشن كده مش الحاجه دي مش جايبها معايا، انا خلاص انا كده ولا كاني جيت. فحاجه مهمه جدا، ما ينفعش نكون بنصور الفيديو ده من غير ما اكون لابسها او من غير ما اكون ظاهر بيها قدامكم. يلا بينا كده نلبسها على طول.
ايه رايكم؟ طبعا مش محتاجه كلام، البلطو لازم يكون معاك في كليه التمريض، ومن اهم ادوات لازم تكون معاك. ما تقلقوش، البلطو اسعاره مش غاليه خالص، وبتبدا من حوالي تقريبا 100 جنيه وانت طالع، لان بيكون عباره عن انواع زي ما شفنا مع بعض كده. الحاجتين دول من اهم الحاجات اللي ان شاء الله لازم تكون معاك اول يوم في الكليه بتاعتك، السيسكوب او السماعه بتاعتك واللاب كوت او البلطو بتاعك. والبلطو والسماعه طبعا دول ثابتين في كل الجامعات المصريه، في كل الجامعات وكل المعاهد، وفي اي مكان لازم تروح بالسماعه او بالبلطو. الاثنين دول او كل يعني الحاجتين دول ثابتين جدا في كل الجامعات وبيطلبوا على طول. بعتذر ان قلعت البلطو بتاعي، طبعا انت ما ينفعش تعمل كده خالص في السكشن، لو انت قلعته برضه فهتعمل نفسك غياب. يعني احنا الدنيا عندنا بتكون شديده شويه على حوار البلطو، بس انا عشان بصور الفيديو والجو حر فعشان كده نكون يعني براحتنا شويه. تالت حاجه معانا لازم تكون موجوده معاك طبعا هي السكراب. السكراب ده عباره عن لبس العمليات او لبس المستشفى، بس السكراب ده ما تجيبوش، يعني ده مش اجباري عليك اصلا، لان مش كل الجامعات المصريه بتطلب سكرابات خالص يعني. بس الاساسي والمطلوب في كل جامعات مصر البلطو والسماعه. السكراب ممكن تجيبه، ممكن جامعتك تطلب منك، ممكن مثلا كليتك ما تطلبش منك عادي. عشان بس ما تجيبوش على الفاضي، استنى ان شاء الله مع بدايه الدراسه، لو حد طلبه منك في الكليه مفيش مشكله انزل اشتريه، لو ما حدش طلبه مفيش اي مشكله وانت معاك السماعه والبلطو بتوعك. عندنا حاجه حلوه جدا كده في ماده البايوكيمستري او الكيمياء الحيويه، وان شاء الله هنعرف عن تفاصيل اكتر باذن الله في الفيديو الخاص بمواد سنه اولى تمريض. عندنا حاجه اسمها البايوكيمستري، والماده دي من امتع المواد اللي ممكن تقابلك ان شاء الله في المجال التمريضي كله. ماده كده حلوه بتخش المعامل. عارفين مختبر ديكستر الكرتون اللي احنا كنا بنشوفه واحنا صغيرين زمان؟ اللي انت هتشوفه في الكرتون ده انت ان شاء الله هتعمله. بص معايا كده، دي حاجه اسمها بيكر. شايفين انتوا بقى حاجات الكيمياء بقى والحاجات دي كلها، حاجه اسمها شنطه الكيمياء. الماده دي من امتع المواد، بتخش المعمل وتعمل تجارب وبتسخن وحاجات بتفرقع في وشك، والانابيب دي كلها بتبوظ وبتتكسر وبتجيب غيرها تاني، والموضوع يعني بيكون يعني حلو قوي وممتع. الماده دي ان شاء الله من امتع المواد اللي هنتكلم عنها باذن الله في الفيديو الخاص بمواد سنه اولى تمريض، فان شاء الله استنى الفيديو ده، وبرضه اكتبوا في الكومنتات انكم حابين يعني تشوفوا الفيديو ده. بس للاسف مش كل الكليات او مش كل الجامعات بتطلب شنطه الكيمياء دي او الادوات دي، يعني مش كله خالص بيطلبها. انا بنصحكم انكم ما تجيبوهاش زي السكراب، يعني دي حاجه مش اساسيه على حسب الجامعه بتاعتك. في جامعه اصلا ممكن بتوفرها لك، انا بنصحكم واقول لكم ما تشتروش الادوات دي خالص، يعني غير لو الكليه بتاعتك طلبتها منك. لكن لو انت في كليه تمريض جامعه دمياط يبقى انا بنصحك انك تجيب الحاجات دي لانك بتشتغل بيها ان شاء الله، ممكن كمان من اول يوم عادي جدا. انا واحد خريج كليه تمريض جامعه دمياط، الحاجات دي يعني كنا احنا بنكسر وبتفرقع في وشنا وحاجات كده، والموضوع بيكون حلو. طبعا الحاجات دي بتكون موجوده في شنطه زي اللي قدامنا كده بالظبط، والشنطه دي تقريبا سعرها حوالي 100 جنيه. الكلام ده كان تقريبا ايامي، معرفش اسعار غلط او ايه، بس يعني يوم ما يزيد ممكن 150 جنيه يعني، والله اعلم. بس انا بتكلم ان شاء الله مش هتزيد عن السعر ده، عشان دي بيكون فيها كل الادوات دي كلها. كمان في حاجه عايز اوريها لكم في الشنطه اللي موجوده معانا هنا، الفرشه اللي موجوده معانا دي بنبدا نستخدمها كمان في الكليه، ان احنا ايه بننظف بيها مطرح الشغل اللي احنا بنعمله. طبعا الدنيا عندي ملخبطه شويه هنا عشان انا حاططهم على جنب كده. مثلا عشان نغسل الحاجات بتاعتنا بنبدا بالشكل ده. يعني بصوا يا جماعه الماده دي ممتعه جدا جدا جدا، هتعمل فيها اختبارات وتعمل فيها تجارب زي مثلا مولش تيست، اوزازون، اختبار مثلا الحمضيه والقاعديه. الناس اللي بتحب الكيمياء هتتبسط جدا جدا جدا. الناس اللي مستغربه ان في انابيب من دي كتير، الانابيب دي اصلا يعني ممكن وانت حاططها على النار كده تبدا ان هي يعني تنفجر منك. حاجه كمان عايز اوريها لك، انا بعتذر لو انا بجيب الحاجه من على الارض. مثلا عندك الهولدر ده، الهولدر ده عشان لو الحاجه سخنه او على النار انت بتبدا تمسكها بالهولدر ده بالمنظر ده. فالشنطه دي شنطه متكامله، وان شاء الله يعني انت كده يعني هتستمتع جدا بالحاجات دي كلها ان شاء الله. الشنطه اللي انت شفتها في الفيديو بتاعنا النهارده، بص كده على اسمها كمان علشان طبعا الكاميرا معكوسه، بس يعني حاولوا انتوا بقى تكتشفوها مع نفسكم. دي باذن الله هختار حد منكم باذن الله يكتبوا في الكومنتات، بس بشرط ان هو يكون من دمياط او كليه تمريض جامعه دمياط، عشان انزل واقابله واديها له بنفسي ونصور مع بعض ونطلع في الفيديو كده. فدي ان شاء الله حد منكم هيكسبها، بس بشرط يكون عامل لي فولو على الانستجرام علشان يعني اقدر اتواصل معاه ونعرف المكان ونظبط مع بعض. فاختار باذن الله حد واحد منكم يكون يعني يكسب الشنطه دي، بس يكون من دمياط. مش كده وبس، كمان هختار حد باذن الله يكسب لاب كوت او يكسب بلطو، بس برضه يفضل ان هو من دمياط. يعني معلش بقى الناس اللي مش من دمياط، يعني انا بعتذر. ان شاء الله يعني الهدايا جايه كتير والجوائز جايه كتير، لو احنا وصلنا 100,000 مشترك هظبطكم واقرأكم هدايا والموضوع يكون تمام، بس عشان بس الموضوع يكون ابسط وظروف شغلي فهنكون مع ناس من دمياط. بس اهم حاجه ما حدش ينسى يعمل فولو على الانستجرام، اهم حاجه طبعا عشان نختار اتنين، واحد يكسب بلطو والتاني يكسب الشنطه، وباذن الله يعني نتقابل مع بعض كده. وهعمل السحب كمان يعني قدام الناس كلها، ممكن في لايف او في بث مباشر، عشان ما حدش يفكر ان انا يعني الموضوع ماشي كوسه او حاجه، لا ان شاء الله لايف على الانستجرام.
فعشان كده اعملوا فولو انستجرام، ويلا بينا نكمل بقيه الفيديو. احنا كده اتكلمنا عن 4 حاجات. اول حاجه سماعه وبلطو، والحاجتين دول اي حد بيشوف الفيديو ان شاء الله لازم يجيب الحاجات دي قبل مثلا دراسه باسبوع او بكام يوم، عشان اول يوم كل لازم يكونوا معاك. اما الحاجتين التانيين اللي هي شنطه الكيمياء او السكراب، دول مش اجباري عليك خالص، او احنا مش هنجيبهم غير لو الكليه بتاعتنا طلبتهم. يبقى اهم حاجه دلوقتي في فيديو النهارده لحد الان البلطو والسماعه بتاعتنا. طب يا عم زياد، انا في كليه تمريض، يا ترى احتاج لابتوب او اشتري لابتوب عشان يعني استخدمه في الكليه؟ انا بقول لك لا، ما تجيبش لابتوبات، كليتنا ان شاء الله مش بتعتمد او مش بتحتاج لابتوب خالص. نفس الكلام ناس تبعت لي وتقول لي برده يا عم زياد ينفع نجيب التاب بتاعنا او هنحتاج التاب بتاعنا في الكليه؟ انا بقول لك لا، برده ان شاء الله مش هنحتاج اي حاجه خالص. لو انت عايز برده تستخدمه او تذاكر عليه لنفسك ولنفسك مفيش اي مشكله، بس لو انت ما عندكش تاب او ما عندكش لابتوب مفيش اي مشكله خالص، الموضوع مفيش في اي مشكله. انا برده انا قلت مفيش اي مشكله كتير جدا بس يعني الموضوع باختصار، انا كزياد مثلا في الكليه مفيش حد يحتاج خالص لا لابتوب ولا التاب. بس كده فيديو النهارده خلص، كان فيديو بسيط كده عن ادوات كليه التمريض ونجيب ايه وما نجيبش ايه. طبعا محدش ينسى اهم حاجه دلوقتي فيه على الانستجرام عشان الناس اللي هتكسب الشنطه بتاعه الكيمياء وكمان البلطو. هعمل لايف فيه على الانستجرام ونشوف مين الفايز وننزل مع بعض، بس يا ريت يكونوا من دمياط. ومحدش ينسى طبعا يكتب لي انت جالك كليه تمريض جامعه ايه، وان شاء الله هنصور مع بعض فيديوهات جامده جدا ان شاء الله. الفيديو اللي جاي احتمال يعني لسه مش متاكد، لسه بتصور الفيديو الخاص بمواد سنه تمريض، وكل ما يتعلق ان شاء الله بالتمريض هيكون عندي باذن الله. كمان طبعا زياد الحصري، واشترك في القناه، وشكرا.